الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا مجددا. أتناول آه، موضوع حزب العمال الكردستاني. كثيرون يقولون يعني أنت تتحدث عن الأشخاص وتستهدف الأشخاص. هؤلاء الأشخاص هم حزب العمال الكردستاني، هم الذين عندما يتحدثون باسم حزب العمال الكردستاني. عندما ينشطون باسم هذا الحزب، يسوقون والحزب شو هو؟ الحزب مش كتلة هلامية، يعني كتلة عبارة عن الأشخاص. فأنا عندما أتناول السلوكيات الأشخاص وآتي بأمثلة، هذا ليس يعني استهداف للأشخاص كأشخاص، إنما استهداف للأشخاص كتجربة عامة، كتجربة عقائدية، ثقافية، سياسية، أيديولوجية، أعراف وتقاليد وإرث ضمن هذا التكوين السياسي اللي اسمه حزب العمال الكردستاني. في الآونة الأخيرة طبعا أنا أعلم انتقاداتي مدى الألم اللي تتسبب به لهذا الحزب، بدليل يعني السعار والكلام الموتور والحفلات الشتم والإهانة التي تصلني، يعني سواء منشور على صفحات التواصل الاجتماعي أو التي تصلني على الماسنجر وأدخل على صفحاتهم أشوف أن هؤلاء هم أصدقاء لنواف خليل ولقيادات في حزب العمال الكردستاني. هذا على مستوى الأشخاص العاديين. أما الأشخاص المعروفين اللي بيظهروا على إعلام هذا الحزب ويلتقطوا الصور التذكارية وضيوف دائمين على مركز نواف خليل، دكانة نواف خليل اللي الحزب فاتح له إياها في بوخم يا وجع القصيدة. وعلاقة هؤلاء الأشخاص مع عبد السلام أحمد، مسؤول منظمة أوروبا لحزب الاتحاد الديمقراطي والكادر في حزب العمال الكردستاني، الكادر العادي يعني مش الكادر المتقدم، كمان الكادر العادي في حزب العمال الكردستاني. هؤلاء الذين يستهدفونني أنا عندما أناقشهم لا أناقشهم يعني بصراحة، عندما أصفهم بالكلاب فأنا أمدحهم، يعني حتى ولو كانوا كلابا سائبة أو كلاب شوارع تاشرة في بلجيكا أو في النمسا أو في فرنسا أو في أي مكان، فأنا لا يعني أتحدث عنها. أنا أتحدث عن من يمتلكهم، من يقدم لهم التموين السياسي والتموين والمعلومات والتوجيهات والكلام الزائف والكلام المضلل. فأنا لا أستهدف هؤلاء، يعني هم ليسوا في حساباتي. أحيانا أتسلى وأعلق أو أكتب، بس على الصعيد الاستراتيجي الأبوتشيين الجدد أو حتى بعض الأبوتشيين القدامى اللي قدموا أوراق اعتمادهم مرة أخرى للحزب لكي يعفوا الحزب عنهم، لأنه هن بقرارة نفسهم يبدو أنه مقتنعين أنه اقترفوا جرائم بحق الحزب، فلكي يرضى الحزب عنهم ينبغي أن يتحولوا إلى أبواق وطبول وأحيانا إلى كلاب. فأنا عندما أصفهم بالكلاب فأنا لا أشتم، يعني الكلاب رمز للوفاء ورمز للإخلاص ورمز للكذا بس أنا ما بحب الكلاب، يعني من الحيوانات لا في بيتي ولا في الشارع، يعني منذ الطفولة أنا بخاف من الكلاب. الكلاب العاديين بخاف منهم، بس الكلاب اللي بيمشوا على اثنين ما بعمل لهم حساب يعني. أحد هؤلاء هو المدعو طه حامد. طه حامد أكثر من مرة حتى مدحني ونشر على صفحته يمكن منشورات أو بوستات لي، وبلش يشتمني. ليش بلش يشتمني؟ بناء على شو بلش يشتمني؟ في الفترة هيك اتذكر انه والله في واحد هو شنقوصي وهيك وهيك، وصار يحكي نتيجة الصور اللي انا نشرتها والكلام اللي كتبته انه الهام احمد تكذب في امريكا. طبعا عهد الهندي كمان حكى اللي حكى وانا رديت عليه، يعني في هذا الفيديو
أنا ما برد على طه الحامد، أنا برد على اللي مشغله بشكل واضح وصريح وبالعربي الفصيح. أنا في هذا الفيديو أقصد وأعني نواف خليل مدير مركز بوخم الموجود في بوخم، وعبد السلام أحمد مسؤول منظمة أوروبا. آذار خليل وهذلون أنا عم برد عليهم، الموجودين في الداخل عم برد عليهم، بس الموجودين هون في أوروبا المعنيين واللي بيوجهوا هذه السلة من الكلاب المسعورة ضدي هم يتحملون المسؤولية، يتحملون هذا الاستهداف الشخصي لكرامتي ولسمعتي ولتاريخي ولأرشيفي بالظلم والبهتان وبالافتراء والكذب. هم يتحملون مسؤولية ذلك. إذا ما ضبوك، هي أنا أقوله وأهدد، إذا ما ضبوا كلابهم عبد السلام أحد ونواف خليل، أنا بعرف كيف ضب نواف وعبد السلام وكلابهم، أنا بعرف كيف ضبهم يعني. فالكلام موجه لنواف ولعبد السلام. عبد السلام مصطفى مسؤول منظمة أوروبا المعروف باسمه الحركي بشير. الكلام موجه لهم الاثنين، حتى مش موجه يعني لحزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني على حدة، أنا بنتقده على حدة. هذول التفاصيل هامشية من هذا الحزب، لكن هذا السعار الموتور ضدي، هذا التشويه المتعمد في يعني انتم بدكم تشوهوا هوشنكوسي، شوهوا هيك بحقيقة. أنا لما أنتقد حزب العمال الكردستاني أبرز الوثيقة، أبرز المعلومة من المصدر، من الصفحة، من المرجع، من الجريدة الفلانية، من الفيديو الفلاني. كلامي في جله، إذا لم يكن في كله، في جله موثق. أنتم كمان حاولوا تردوا علي بكلام موثق، مش يعني تدشروا علي كلابكم اللي بيفتحوا. يعني هذا البني آدم طه الحامد، أنا رح أنشر البوست تبعه وأنشر الرسائل اللي كان بيبعث لي إياها وردي على هاي الرسائل في هاي الفيديو. يعني ضبوا هالكلام، كلامي واضح وأنا أعني معقول. إذا ما ضبيتوا هذا الكلام أنا بعرف كيف ضبكم إلكم كمان أنتوا. وكلامي موجه لعبد السلام أحمد بشخصه ومنصبه، وكلامي موجه لنواف خليل في شخصه ومنصبه. أتمنى أن نواف خليل وعبد السلام أحمد يرفعوا علي دعوة لحتى يعني أرجعهم على الإدارة الذاتية تبعيتهم وأخليهم ينعموا في كنف آذار خليل هنيك. إذن كلامي واضح وصريح بالعربي الفصيح. والأكراد في سوريا وبعض العرب المخدوعين أو اللي عندهم شوية بزنس مع هذا الحزب بيعرفوا هذا يعني فحوى ومعنى هذا الكلام. رح أحاول هيك أتناول هذا البوست ببعض التعليقات، وبعدين أنشر الإيميلات اللي توثق كلامي. وأتمنى من نواف خليل وعبد السلام أحمد أنه يردوا بما لديهم من وثائق. طبعا هذا الشخص اللي ما عنده شيء، طه الحامد ما عنده شيء، من الابوتشيين الجدد وما عنده شيء يعني في هذا الخصوص. يعني ما له ضمن الحسابات. يعني هو شخص كان يعني شيوعي سابق، كان يمكن من جناح يوسف فيصل. في 2004 عمل شوية مشاكل وطلع برات سوريا على كردستان العراق وعمل حاله معارض، فالنظام فصله راح على تركيا، وبعدين اتصل مع الأمن ومع السلطة لحتى يعمل تسوية أموره ويرجع لنفس الوظيفة التي فصل منها. ومعروفنا دولة البحث شو هي. يعني هذا الشخص اجى على تركيا في 2011 2012 في تلك الفترة 2013 وحاول يتواصل مع المعارضة السورية. مش أنا اللي تواصلت مع المعارضة السورية، هو اللي تواصل مع المسلم، وراح انشر صورته كمان يعني بهذا الخصوص. يعني وبعدين يجي على النمسا وصار أبوتشي، اكتشف
قداسة هلا فينا أبوتشي بينتقدوني إنه إجى على أوروبا صار ينتقد حزب العمال الكردستاني. هؤلاء بير رستم وطال حامد وكل هالزبالة اجوا على أوروبا واكتشفوا فجأة، استيقظوا على هذه الجوهرة المكنونة وهذه الدرة الكونية وهذه النبوءة وهذه العظمة اللي اسمها حزب العمال الكردستاني، اكتشفوها في أوروبا. طبعا مش صحيح يعني. على أي حال مش هذا موضوعنا. فهذا الشخص عندما يعني أعلق على ما ورد، لأنه كان متداول، يعني صاير هيك عم تجيني شتائم على الماسنجر مرفق بهذا البوست، وأدخل على الأشخاص صفحاتهم الخاصة بشوفهم مع نواف خليل ومع عبد السلام أحمد، يعتبرون بوست طال حامد وثيقة وبيهاجموني فيها، بيستهدفوني. أي شيء أتعرض له هنا في بلجيكا كلامي واضح، كلامي واضح وصريح. يتحمله هذا طه الحامد ومموله ومسؤوله عبد السلام أحمد ونواف خليل، لأنه حملة التشنيع والتشهير الموجودة والتخوين الموجودة في هذا البوست يعني تدفع أي شخص تافه بسيط أو زعران أنه يتحمس ويقول يعني سأضع حدا لهوشام غوثي نتيجة التحريض على شخصي بالكذب والزور والعدوان والبهتان. يا ريت يعني كلام مضبوط. شو بيقول هذا العبقري الأبوتشي الجديد؟ تم صرف مبلغ 19,000 أورو تقريبا من أهل الكهف قنديل على تصليح عيون الأعور الدجال، ثم انتشلوه من الحالة النفسية التي كان يعاني منها منذ طفولته بسبب شعوره بأنه مرفوض من المجتمع بسبب العيب في عينه. أنت يا بني آدم تنتمي إلى بيئة اسمها بيئة كردية، إلك علاقة شيء بالدين الإسلامي، إلك علاقة بالقيم الشيوعية، إلك علاقة شيء باسمه أخلاق. هيك يتم تناول الناس بهيك يعني عيب في خلقي، هذا شيء خلقي يعني ما لي علاقة فيه يعني مثل نواف خليل. يعني هذا الكلام الذي يقال فيه لازم نواف خليل يمشي من بوخم يا وجع القصيدة ويروح لعنده ويبصق في وشه أنه أنت تتهم شخصا في إعاقته الجسدية، معناته أنت تتهم وتستهدف كل المعاقين في إعاقاتهم الجسدية الخلقية منها والمستجدة كمان. في يوم من الأيام معناته ستستهدف نواف خليل كمان بهذا الكلام الشنيع الوقح القبيح. تستهدف إنسانا في عيب ليس مسؤولا عنه. يعني شو عيب؟ يعني مرض، وأنا يعني إلى حد ما عالجت هذا المرض والبلجيك عالجوا هذا المرض، يعني مش أنا يعني. قد سأتي على هذا الكلام. شوفوا هذا الكلام القبيح الشنيع. هذا المستوى، هذا الشخص عضو في الكنكة المؤتمر القومي الكردستاني بيحكي عن القضايا القومية للشعب الكردي. هذا الشخص بيتابعه حشود من الغوغاء والدعماء الأبوجية ويهللوا ويطبلوا له. هذا الكلام لحد ما وصلني 400 شخص متفاعل مع هذا الكلام القذر، مشان نعرف حجم الحضيض الذي أوصله إليه، يعني أوصل حزب العمال الكردستاني المجتمع الكردي إليه في الشتات وفي داخل الوطن. هذا الكلام القذر يتم يعني تداوله ويتم استهدافه أو يبرزونه في مرفق بشتائم. يعني نواف خليل أمي وأختي وزوجتي وأولادي وأنا انتهكت أعراضنا عشرات المرات بمرفقة بهذه الصورة، مرفقة بهذه الصورة، وتهديدات بالقتل، ومرفقة بهذه الصورة لهذا طه الحامد الحقير اللي هو مجرد كلب عندك. أنت لازم تمشي من بوخم لعنده، وعبد السلام أحمد يمشي على القدمين من بروكسل لعنده وتلتقوا في مكان
واثنيناتكم تقفوا هيك عنده وانتم سوا تبصقوا في وشه. اي شيء يحدث لي في هذا البلد والبوليس البلجيكي يتابع، ويتابع هذا الفيديو كمان يعني، ومخبريكم وعملائكم كلهم بيتابعوا هذا الكلام من قبيل. أنتم تتحملون المسؤولية. تحميل يعني تتحملون مسؤولية. ما بتقول لي والله الناس ونحن ما فينا نسكت. شو ما فيك تسكت؟ أنت فيك تخرصه. هذا بيجي لعندك على الدكانة تبعيتك وبيروح وبيجي وتلتقطوا صور وعلى أساس شخص سياسي وناقش وتلتقوا في مؤتمرات وفي ملتقيات وكل الأماكن التي تتحملون المسؤولية. هذا الكلام والتهديدات التي تصلني والشتائم التي تصلني. أنت يا نواف أنت اللي بتشتمني على لسان هذا الشخص. عبد السلام أنت اللي بتشتمني على لسان هذا الشخص. تتحملون أنتم المسؤولية مش هو. هو مجرد نباح شبيح يعني ما له قيمة يعني، لكن أنتم اللي بتتحملوا المسؤولية. إيه شو بيقول؟ طبعا هذا الكلام انه 19,000 اورو مش صحيح. ونواف خليل بيعرف كمان انه مش صحيح. عبد السلام كمان بيعرف مش صحيح، لانه مطلعين. انا عندما كنت ملاحق من النظام السوري نتيجه مواقفي ودفاعي عن حزب العمال الكردستاني، هذا التافه ما كان موجود. طه حامد ما كان موجود في الحزب. انا بقصد 2003 الى 2010 ما كان يعني موجود. اجمالا أنا تعرضت للملاحقة وتغيير عن الأنظار 5 أشهر، وهذه القصة صرت أكررها كثير. لكن كيف يمكن أن تقنع الغوغاء والدهماء بكذب وافتراء حزبهم؟ كيف يقنعون؟ إذا جبت لهم أوجلان من السجن يقول لهم كلام عبد السلام ونواف وادعاءاتهم عن هوشان قوسي كذب وافتراء، ما راح يصدقوا. تعال أقنع طه حامد واللي أمثاله كادار بيري وما بعرف مين أنه يحكوا عنه، يتطاولوا على هوشان قوسي ويخونوه، وهن من الابوتشيين الجدد اللي ما لهم علاقه. يا ريت في يوم من الايام في ساعه الضيق والحرج وعندما كانت تدور الدوائر عن حزب العمال الكردستاني خليه يجيب لي مقال يدافع فيه عن حزب العمال الكردستاني في تلك الفتره من 2003 ل 2008. انا كنت استدعى للتحقيق من قبل الامن العسكري، من قبل الامن السياسي، بعدين الامن الجوي، المخابرات الجويه داهمت مكاني، داهمت بيتي. صدفه نجوت من الاعتقال. نواف خليل خليه يطلع ويكذب هذا الكلام، لانه انا راح اعريه بالايميلات الموجوده عندي. عبد السلام احمد خليه يطلع ويكذب، يقول والله مش صحيح هذا الكلام، هذا دي هو هشام قوسي يدعي. راح اعريه بالايميل. خليه يطلع نواف خليل ويقول لا والله نحن رسمي وبجرأة وبرجولة يطلع ويقول انه نحن طردنا هوشام قوسي من روج تي في. خليه يطلع يقول لي مشان ابرز له رسالة الاستقالة يعني ما يخليني احكي عن الاشياء الفاسدة الدنيئة داخل المؤسسة الاعلامية والصراعات الشخصية. بنيات شو كان بيحكي عن نواف شو بيحكي عن بنيات، طارق شو بيحكي عن 2، أجدر شو بيحكي عن 3، حليمو شو كان عم بيقول عن أحمد حسيني شو بيقول عن حليمو. هالفساد وهالنمائم وهالتراشق وهالتكالب، هاي القصص فيني أحكي عنها، فيني أفضحها وأكشفها. وهالتكاذب وبيلتقطوا الصور ومن تحت الطاولة بيطقوا براغي لبعض يعني. فهذا مش يعني ما يجبروني انه اتناولهم في قضايا اكثر حساسيه. خلوا الخلاف على سويه مقبوله من السياسه ومن الثقافه ومن الاخلاق. انا مش طالب منكم كثير يعني. انا انتقدكم من مصادركم، من كتب اوجلان، من ارشيف الحزب، من اصدارات الحزب، من الجريده المركزيه للحزب. انتم كمان من نفس هذه المصادر فندوا وكذبوا انتقادات هشام قوسي. تفضلوا وتبعتوا لي واحد كلب واطي يجي يشتمني في كرامتي، والناس تعتبر هذا الكلام حقيقة ووثيقة وتهددني إياه، تهددني يعني في وتشتمني. أنتم تتحملون هذه المسؤولية. هؤلاء أوغادكم يعني بإمكانكم لجم ألسنتهم. عندكم اثنين، عبد السلام وشو اسمه نواف خليل، يتحملون المسؤولية بأسمائهم ومناصبهم.
شو كمان بيقول هذا البني آدم؟ آه، وخلال 4 سنوات عامل تحري، خلال 4 سنوات فقط من 2007 ل 2011 أصبح له مركزا مهما في الحزب، وحظي باهتمام عطف القيادة. عطف القيادة، عطف القيادة، عطفا على هذا الكلام الكاذب والسخيف. يا بني آدم، أنا كنت ناشط متفرغ، ناشط مدني متفرغ في الدرباسية من 93 ل 98، 5 سنوات. أنت بهذيك الفترة شو كان محلك من الإعراب يا تعال عم؟ أنت وين كنت؟ في الدرباسية أنا شاب عمري 17 سنة 18 سنة بلشت العمل التنظيمي والسياسي داخل هذا الحزب 5 سنوات. في ال 98 سبتمبر 98 انتقلت إلى دمشق وتركت العمل التنظيمي ودخلت في مسألة الكتابة. سنة 2000 كنت مراسل لمجلة روش، مجلة سورغل. 2001 صرت ضمن هيئة تحرير مجلة سورغل وبيعرفوا. 2002 كنت ضمن اللجنة التحضيرية لمؤتمر أو كونفرنس الأدب والثقافة في بيروت. ولائحة الأسماء التي اقترحناها من أن يكونوا ضيوف، من ضمنهم يعني الأسماء اللي أنا اقترحتها صالح بوزان، بير رستم، بير رستم يعني اللي حاليا عم يشتمني. من ضمن الأسماء اللي أنا اقترحتها أنه يجي الراحل نزيد جزماتي، ليلا ورزنجي. أنا حاولت في تلك الفترة وأنا أفوشي أنه نجمع كم هائل من الأصوات، يعني نحاول نقدم صورة معتدلة لهذا الحزب، لكني فشلت. أنه هذا الحزب من يومه من هالنوعية، تستوهيه نوعيات طه الحامد، مش يعني واحد يحاول يطور الخطاب المدني والإصلاحي داخل هذا الحزب. فشلت في هذا الخصوص. إجمالا بيقول لي من 2007. شو من 2007 يا بني آدم يا غبي؟ أنا علاقتي مع الحزب من ال 89، من ال 89 يا حزب العمال الكردستاني دخل 88 دخل بيتنا. وعلاقتي مع الحزب كطفل، وعلاقتي مع الحزب كشاب وكناشط ضمن مؤسساته التنظيمية في الحسكة، وككاتب وصحفي ضمن مؤسساته الإعلامية. من كل هذه الاتجاه. 2007 شو 2007؟ 2007 أنا رحت على جبال قنديل، كنت موفد من صحيفة الحياة الدولية، صحيفة الحياة اللندنية، أجري بعد وأجريت وكتبت ما كتبت يعني. بتقول لي إنه والله من 2000 شو 2007 يعني ل 2011 إنه ما وحظي بعطف القيادة. أنا كنت فاتح أوتوستراد للحزب داخل صحيفة الحياة، أكثر من 15 16 مقال بس عن قناة روش تي في، كاتب في أرشيف هذه الصحيفة، وأنا إلى حد ما محتفظ بهذا الأرشيف يعني. وقتها وين كنت؟ الكربو يعني واحد آشيتي تافه يعني جاي عم يعني مع احترامي للآشيتيين، لكل الآشيتيين يعني، وأهالي منطقة يعني أهالي تربسبية، ولازم يرموه بالبعر. هذا الشخص اللي بيستهدفه عشان نقول مين انت اللي حدثت. وهو يا ريت معلومات مضبوطه وحقيقيه. اصبح له وعطف القياده. انا كنت يعني صاحب الفضل على هذا الحزب. ما في حدا في الإعلام. أنا واجهت كاميران قرداغي في صحيفة الحياة، سامي شورش، نزار آجري، حتى الصديق بكر صدقي. كل اللي كانوا بينتقدوا حزب العمال الكردستاني أنا كنت أواجههم في صحيفة الحياة. أنت وين كنت أنت؟ الكربوت يعني شيء مثير للسخرية. حتى الرفاق جمعوا له ما قيمته يعني 16,000 يورو. يا غبي يعني ما لسه يعني ما مو في 10 أصلا يعني. في البداية قلت 19,000، هلا بتقول 16,000. وين راحت ال 3,000 يورو؟ وين راحت؟ وين راح؟ يعني واحد هيك متوازن. خلي نواف ينصحك يرتب لك هاي الأكاذيب، يزبط لك يا هاي لك. عبد السلام مصطفى عاجز انه ينصحك لانه شخص امي.
أمي أمي بكل معنى الكلمة. هلا واحد عادي ما يكون عنده، أنا ما عندي تحصيل علمي، أنا تحصيل علمي والإعدادي، بس يزبط لك اياها. مسؤولك مسؤول مسؤول نواف ومسؤول مين بدك كل الزعبره الموجوده في اوروبا شخص امي ما بيعرف انا كاتب انا لما كانت علاقتي مع عبد السلام احمد جيده كان بيلجا لي، ما بيروح لعند نواف، لا يثق بنواف ويهين نواف كمان. عبد السلام احمد ويهين نواف ايضا، يعني كان يلجا لي ويقول لي اكتب لي مثلا في اجتماعاته الحزبيه انه التقرير الاقتصادي او التقرير السياسي، بكتب له بالكردي، يبقى بالغرفه مرتين ثلاثه اربعه 10 بيعيد لحتى يكرر هذا الكلام ويروح على الاجتماع. انا ساعدته هذا عبد السلام مصطفى مدين لإلي، انا ساعدته اكثر من مره بهذا الخصوص يعني. وساعدت نواف، ساعدت زهاد، ساعدت هذا كنعان اللي راح اتي على ذكره، ساعتهم ونبخي ونبقى على أوروجاكم آل كاري، يعني في تلك الأيام التي يعني ساعدتهم فيها. جاي بيحكي لي والله 16,000 أورو، وأنا سأنشر يعني مجموع المبالغ التي وصلتني من نواف خليل 3000 أورو، كلها رديت على له. في لي يعني كتب لي إيميل موثق أنه استلم هاي المبالغ، وهو أيضا أعاد لي هاي المصريات. وأنور علوش من كوباني، وللأسف الشديد أعتقد أن الحزب وراء مقتل أخيه عمر علوش. طبعا في فترة من الفترات بنته صارت نجمة إعلامية وتشتغل بروناهي، ما بعرف بروج تي في، ما بعرف شو كان اسمها، زوزان، وصارت يعني مرافقة وبتروح وبتجي وبتعمل جولات، ما بعرف حاليا شو محلها من الإعراب يعني. لكن أنا سمعت إنه أنور علوش يعني توفي، كان بالسجن او اعتقل او كذا نتيجه يعني اعمال غير مشروعه، وما ما تابعت الموضوع. لما كنت في دمشق عمر علوش كان يتواصل معي، يعني هو اللي اقترح انه يقدم المساعده لإلي، وانا شكرا سارد لك هذا المبلغ حين ميسره. كان يرفض ويقول لا وحاشا وكلا وانت تهينني. لكن عندما بدات انتقد حزب العمال الكردستاني صار يبعث لي رسائل تهديد بالقتل. انور علوش، والايميلات موجوده لعندي يعني. وانا بقول له اصبر علي شوي، بيقول لي لا انا بدي المصاري هلا، طبعا تحت الضغط لانه مشان يخرسني. وانا بعت البيت اللي في الشام، كان عندنا بيت في دمشق، بعته ورديت. كان مبروك مجموع المبالغ يمكن 5000 وشوي او 5000 يعني. انا ارسلت لعمر علوش 6000 اورو وبشكل وايميلات موثقه ومرسله. خلي عبد السلام ونواف ويبعثوا له نسخ من هاي الايميلات لهذا الغبي، لحتى اذا حكى ما يكون الحكي اللي طالع من طمه ومن اخرته، من تمه ومن مخرته نفس القصه يعني. يعني من وين عم يحكي هذا؟ شو عم ياكل يعني في البيت؟ شو عم ياكل؟ شو كيف عم يفكر هذا البني ادم؟ راح انشر ايميلاته اللي كان بيمدحني فيها فيما بعد يعني. مهم 16,000 يورو قرضة حسنة ثمنا لتسفيره وعائلته. يا غبي، أنا أجيت لوحدي، عائلتي إجت لم شمل. حسين عمر بيعرف هذا القصة، عبد السلام يعني بيعرف هاي القصة، نواف بيعرف هاي القصة. شو تسفيري وتسفير عائلتي؟ لكن أنت هلا ما بتخجل؟ أنت ما بتخجل إنه مثلا أنا أجي هيك كذبك قدام أولادك، قدام مرتك، قدام أخوتك، قدام عشيرتك، قدام أهلك، إنه تطلع كذاب لهالدرجة؟ لك الواحد يكذب بس مش لهالدرجة. تسفيري هو تسفير، أنت من وين جايب هاي المعلومة؟ تسفيري هو وعائلتي، أنا لوحدي جيت وزوجتي جت بلا مش شمل. أنت ما بتخجل على حالك؟ يعني أنت بعد هذا مشاهدة هذا الفيديو لازم تخرس خالص، هذا أضعف الإيمان. يعني هلا زوجتك انت كيف متحملتك على هالكذبات، على التطبيل والتزمير الرخيص والدنيء؟ كيف اولادك هيك بيتحملوا هيك؟ اب يعني انت اب مشرف لاولادك بهذا المستوى من الكلام؟ انا انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني تستند الى ما تستند على ارضيه صلبه من المعلومات والوثائق والتجربه. انت على شو بتستند؟ شو في عندك غير هالأكاذيب هي؟ ما بتستحي من حالك؟ ما بتخجل من حالك يعني انا لو كنت في النمسا كنت ارفع عليك واجرك للمحاكم واسحب منك الاقامه نتيجه
التشهير والاستهداف الشخصي لإلي. بس الحق يعني الحق مش على هذا النموذج من البشر، الحق على اللي يرعى ويحتضن. ولا نواف خليل بيتفرج على هذا الفيديو بيضحك عليك يا غبي. عبد السلام مصطفى بيتفرج على هذا الفيديو وبيضحك، وكل شلة الأبوتشيين القدامى بيضحكون. يعني طال حامد حط حاله في مرمى. يعني هو شنقوس اللي صار له 10 سنين لا يهاب هذا الحزب بترسانته الإعلامية والأمنية والعسكرية والاغتيالات والتصفية والتشويه والتحقير وكل شيء. صار له 10 سنين يعني لم يتزحزح عن موقفه من انتقاد هذا الحزب، ودائما يأتي بجديد مرفق بالمعلومة والدليل الموثق. يعني إن لم يكن يعني في كل في جل كلامه الانتقاد يكون موثقا مقرورا ومشفوعا بما لديه من معلومات وأدلة. أنت شوفي عندك 16,000 ثمرا لتسفيره وتصفيره، وقد أعاد المبلغ منيح. أنا أعدت 9 إلى 10,000 أورو تقريبا، هيك شيء، مش 19,000 أورو ولا 16,000 يورو. يعني أرقام يشلفها الشلف هيك يعني. شو كمان بيقول وقد أعاد المبلغ الذي قرضه من الرفاق، وكان ضمن الشخصيات التي تم ربط الآمال عليهم في مركز القيادة. في مركز القيادة يا غبي، أنا رفضت أكون في القيادة، ورفضت أن أكون إنه مسؤول أو مدير لروناي. أصلا روناهي أنا اقترحت هذا الاسم يعني تيمنا بمجلة روناهي لجرادة. كنت أقترح أنه يكون في موقع إلكتروني بهذا الاسم لما كنت في سوريا. يعني بعدين شفنا هذا موقع بنخط والقصص هي. ف هذا الكلام مش مظبوط. يعني كلام عن ممكن كانوا يعقدوا علي الآمال، بس أنا كنت رافض وما زلت أرفض يعني. والآن إذا أردت العودة لحزب العمال الكردستاني مكاني موجود، وأنت راح تبقى برا. لأنه صدقا مثل ما قلت لعهد الهندي، بقول لك أنت كمان وكل يعني وهذه معلومة موثقة. الآبوتشيين القدامى اللي رجعوا للحزب واللي عندهم ملفات وأرشيف أسود داخل الحزب مثل حسين عمر، صدقا هي من داخل الحزب. نظرة الحزب لهم نظرة احتقار، أنه هدلوني هربانين، هدلوني خونة، والآن عادوا إلينا، دعونا نستفيد منهم. يعني هاي معلومة من داخل الحزب، وهي أعراف وتقاليد الحزب. أي شخص يهرب من الحزب، من القيادات، من العناصر، ودائما ضمن أرشيف الحزب، ضمن تناول الحزب، هو الخائن الذي كان ناصر حج منصور بيطلعوا عليه بعين الخيانة. عبد السلام بمنصبه ومسؤوليته هو ضمن التناولات الداخلية الضيقة في هذا الحزب، على أنه عبد السلام اللي يعني في 96 حاول أنه يترك الحزب وكذا ويقعد في البيت وبالزور. خالد ديف أو خالد عرب، أنا وقتها كنت في الدرباسي مطلع على التفاصيل، أرشيف وملف عبد السلام أحمد ما يخليه يفتح ملفه يعني. لكن نظرة الحزب للآبوتشيين الجدد كلهم دون استثناء، يا جماعة الآبوتشيين الجدد، صالح بوزان، بير رستم، طال حامد، مين كمان؟ كادر بيري، مين كمان؟ ما بعرف مين. يعني هؤلاء اللي اكتشفوا استيقظوا فجأة واكتشفوا عظمة حزب العمال الكردستاني. صدقا بكل أمانة بكل ثقة وعن تجربة، نظرة حزب العمال الكردستاني على المستوى الضيق والداخلي، المحاورات المباشرة مش على مستوى المحاورات المباشرة، لكن في الإطار الضيق، نظرة حزب العمال الكردستاني لكل هؤلاء الأبوتشيين الجدد هي نظرة احتقار، نظرة أنه نحن نمتلكهم، نحن الآن سلطة وهم صاروا يتهافتون علينا بسبب السلطة الموجودة لدينا. هذه هي نظرة حزب العمال الكردستاني لكل المطبلين والمزمرين
وفرقة حسب الله اللي صباحا وقياما ومساء تطبل وتحاول تبييض هذا الحزب، يعني وإن بيعرفوا إنه عم يكذبوا على حالهم وعلى المحيط. لكن نظرة حزب العمال الكردستاني الحقيقية، وأنا يعني كنت ضمن هاي المؤسسة، ويعني أعي ما أقول وعن تجربة وعن دراية، لكل الأبوتشيين الجدد نظرتهم نظرة احتقار وسخف وبلاهه وعم يتمألسوا. يعني لما بيشوف هذا الزهاد، لما هذا الزهاد بيشوف منشور لطه الحامد هيك بيضحك، زان انت شماله، يعني بنعرفك انت ليش هيك عم تكتب هذا الكلام. يعني زهاد مثلا او مين ما بدك، يعني اللي بدكم اللي نظرة حزب العمال الكردستاني هي نظرة احتقار وسخف واستملاك لكل رهط الابونتشينو الجدد قولا واحدا. وانا كنت قاعد، يعني كنت قاعد وبعرف يعني يعني شو كانوا عم يقولوا عن زيور العمر في القعدات الضيقة. ولما بيجي زيور شو المدائح التي تكال لزيور، بيطلع زيور من عندهم. يعني زيور العمر موجود في بروكسل أو في آلز. يعني بصراحة وأنا ما كنت راضي عن هذا الكلام، صدقا ما كنت راضي عن هذا الكلام. مثال عم أقول، يعني مش بس هيك، يعني في القاعدات الأخرى، يعني نظرة حزب العمال الكردستاني لهؤلاء الناس، مين بدكم جوانيوس، مين بدكم، يعني قولا واحدا نصر الدين أحمي، مين عكو مسعود عكو، مين سردار ملا درويش، مين بدكم، يعني صدقا أنا لما كنت أبوتشي وكل نظرة الحزب كانت نظرة إدانة واحتقار. مرة حادثة، أنا كنت في 2011 وبداية الثورة، أحد الأشخاص أرسل ظرفا ورسالة وكذا مبلغ من المال بحدود 3-4 آلاف أورو. كان يفترض أنه هاي الأموال تذهب إلى إبراهيم كابان اللي دابح حاله أنه ليش نواف خليل مش مهتم فيه، يعني بيعمل ملتقيات وندوات في الدكانة تبعيته، ليش مهتم فيه، يمكن نسيان وكذا. هذا المبلغ مرفوق بالقائمة أنه أحد كان جامعين مصاري انه يدفعوا او يرسلوا هاي المصاري لكابان، انه عامل تنظيم مسلح او مجموعه مسلحه وكذا وبيمعله تمويل. الفلوس هاي وصلت لعند البككة. ويمكن هذا كابان في يوم من الايام لما كان على الاورينت يهاجمون وكذا. بس انا اللي استغربت منه وشفت صورة بدران تشيا، لك يا نواف بالله عليك حط ايدك على وجدانك، حط ايدك هيك على ضميرك هيك وقعد لوحدك هيك لوحدك قعد. يعني هل من المنطق والأخلاق والأدب والحصافة والأمانة والإنسانية إنك تدعو شخص إلى دكانتك؟ حزبك اعتقلوا في كوباني وفي بيته سبايا سنجار، سبايا شنغال، كان يشتريهم من داعش ب 200-300 دولار ويعيدهم إلى أهاليهم ب 2000-3000 دولار. أنت كيف تتحمل، كيف وجدانك تتحمل أنه تدعو شخص من هذه النوعية إلى بيتك؟ واحد له علاقات مع بعثي، مش بس عادي، عندكم عادي يعني خيتي بيتي بعثي، بس واحد كان عم يشتري سبايا، يتاجر بشنغال، وألقي القبض عليه من الأسايش. حزبك جاي على ألمانيا بتستضيفه في دكانتك وعلى أنه ناشط اجتماعي سياسي. يا زلمة، يعني لهذه الدرجة، لهذا الحد؟ يا أما الأسايش تبع حزبك كذابين واتهموا هذا الرجل ظلما وزورا وعدوانا وينبغي أن تعلنوا ذلك، يا إما هذا أنت جايب على واحد في يعني تقصي إبراهيم كابان. على الأقل إبراهيم كابان عامل فصائل عسكرية ضدكم وعم يندحكم، بس مو لدرجة أنه على علاقة مع داعش ويتاجر بسبايا سنجار، سبايا شنغال.
ألقي القبض عليه وفي بيته سبايا. سبايا يا بني آدم، سبايا، يا أكراد، يا إيزيدين، يا هوشنج بروكا، يا طارق حمو، سبايا شنقال في بيت واحد من كوباني، يلقي الأسايش القبض عليه، وبعدين نواف خليل بيجيبه على أساس أنه ناشط مدني وناشط حقوقي وإعلامي. يعني كيف انهارت القيم والأخلاق لديكم إلى هذه الدرجة؟ يعني ما بعرف. الرأي العام الكردي ينبغي أن يا إما الأسايش يعتذروا من هذا الشخص ويقولون والله نحن ظلمناك فعلا. يعني النسوان اللي شفناها ببيتك ما كانوا ايزيديات مختطفات من داعش، يعني كان في يعني افتراء، ونحن نعتذر. يا اما الاسايش في الكوباني قبل ازمه كوباني، قبل يعني ما بعرف في اي فتره بالضبط، بامكاني العوده الى هذا التاريخ والتبين من الموضوع. عموما لما هذا الشخص طلع من كوباني كمان، وانا اعرف ما اقول، مر من حواجز داعش وكان في اتصالات وتل أبيض ولبين ما دخل الحدود التركية. يا نواف، يا نواف، يعني تتواصل مع طه الحامد مش مشكلة، كمان مش مشكلة نمرق لك إياها. تتواصل مع شخص تاجر بسبايا سنجار وعم تقول القضية الإيزيدية وما بعرف شو وشنغال وخسرية ديمقراطيك، بدك تعمل إدارة ذاتية في شنغال، وجايب واحد لعندك. لك هذا الحزب لازم يحاسبك على هذا السلوك. بتجيب واحد على دكانتك، على مركز بوخم للدراسات يا وجع القضية، فبتجيب واحد كامشين سبايا في بيته بيتاجر بهاي السبايا، بتقلي مركز للدراسات. عموما نرجع لهذا وحقده وقذارته نتيجة طفولته القاسية حتى أصبح عدوانيا للمجتمع. الموقف الذي حصل هو عندما تم طرده. يعني أنا موقفي من حزب العمال الكردستاني كله بناء على موقف طبعا غبي. طه الحامد غبي ما بيعرف أنه أنا الحكي كمان وصلانه يعني ملخبط. يعني لازم حسين عمر من هون من أوستندا يمشي سيرا على الأقدام ويروح لعنده على النمسا بيقول له أنت عم تكذب، أنا شاهد عيان يا طه الحامد أنت عم تكذب. هوشنغ أوسي كان على خلاف سياسي مع حزب العمال الكردستاني وترك التلفزيون بشكل موثق والإيميل عندي في 2011 بعد مقتل، بعد استشهاد مشعل التمو. ولكن رغم هذا الخلاف السياسي صار أنه مجلس عزاء هوشنغ أوسي ترك الخلاف السياسي جانبا عرفا وأخلاقا وأدبا، والكوملة بعيدة عن بيتي بحدود يمكن 400 متر هيك شيء. فرحت، أنا كنت بأنتوربن وقتها. إجا حسين عمر لعندي على البيت، كان يتودد لي ويتملق ويمدح وكل الشيء اللي بيخطر على بالكم. وما مستا تعال عندي، وما مستا اترك انتقادات حزب العمال الكردستاني هؤلاء. أقسم بجلال الله، أقسم بدماء الشهداء، حسين عمر شتم حسين شاويش أمامي عشرات المرات. شتم جميل بايك، شتم أوجلان، شتم مراد قرائلان، كان يشتم حزب العمال الكردستاني بألفاظ نابية. أو أمامي حسين شاويش اللي قضى 15 سنة وابن ديرك في سجون الاحتلال التركي، وألقي القبض عليه جريحا وهو قريلا. وحسين عمر اللي هرب من سجون حزب العمال الكردستاني كان يشتم حسين شاويش، بعدين بيكتب لي فيه قصائد. الله شاهد على ما أقول. عموما حسين عمر على هذه الحال اجى لعندي على البيت وقال خلاص نروح على مجلس العزاء. وأنا وقتها صدقا يا جماعة، وعبد السلام خليجي واجهني، أنا كنت بقول لعبد السلام يعني عيب عليكم حسين عمر، يعني تواصلوا معه أو افتحوا قنوات معه أو يعني اطوا صفحة الخلاف والقصص بالحرف الواحد. وعبد السلام عم يسمعني وحسين عمر عم يسمعوا الاثنين بالحرف الواحد. هذا كلام عبد السلام أحمد، عبد السلام مصطفى بشير. قال لي يا أخي مشكلة حسين عمر مش معي، مشكلة حسين عمر مع حزب العمال الكردستاني، مع القيادة في قنديل. خليه يروح لقنديل يقدم تقرير ويعتذر
ويروح لقنديل ويفتحوا ملفه لحتى يتبين الشك من هذا الكلام ب 2011. وكنت عم حاول يعني أصلح ذات البين بين، يعني أنه الحزب يقبل بحسين عمر وخلاص، يعني عفى الله عن ما مضى، عندما كنت على تواصل، عندما كنت أبوتشي وهيك هيك قصص. فصار في نوع من العلاقة، هو تودد لي حسين عمر وما مستوطع على عندي وما بعرف شو من القصص هي. فتعزية مجلس عزاء خبات ديريك، وما بيعرف شو مجلس العزاء خبات ديريك، أنا وحسين عمر سوا. اجى لعندي من أوسلاند لأنتوربن، ومن أنتوربن من بيتي طلعنا سوا، يعني ورحنا على مجلس العزاء. مين كان في مجلس العزاء؟ كنعان كوباني، محمد محو. محمد محو كنعان كوباني من الكوادر القدامى اللي انتسبوا بال89 أو 88 لحزب العمال الكردستاني، وربما قبل، يعني الثمانينات، فقد ساقه لكن تاريخه كمان سجله في حزب العمال الكردستاني يعني أسود. أسود، عندهم مشاكل وتخبيصات لسنا بصددها. كنعان كان مسؤول بلجيكا، بعدين سووه مسؤول روناهي، بعدين ترك الحزب وتزوج من كادرة من الحسكة، نسيت اسمها، أعرفها بشكل شخصي والتقيت فيها بشكل شخصي مرة مرتين في الحسكة، نسيت. لها أخت كمان تركت الحزب اسمها زوزان، بس نسيت. حاليا في ليج متزوج ويمكن عنده أطفال وكذا. كنعان كوباني أعتقد ندم على هذا الموقف، طردني، مش لا، طلب من بعض الأكراد السوريين أنه يروحوا يقولوا له شنقص يطلع منهم، فرفضوا الأكراد السوريين، رفضوا أنه أنت مسؤول الحزب وأنت روح اطرده شنقص، ليش تطلب منه؟ أنت روح بشكل مباشر. كنعان يعني ما كان يطلب مني لأنه مدين لي، لأنه أنا لما هو عم يقدم اللجوء وكذا كان بيبعث لي مقالات وبراجع له إياها، بظبط له إياها وببعثها للنشر، هو وزوهات وآخر كثيرين يعني. ففي بعض المسائل والقضايا هو مدين لي، يعني بيجي هيك بشكل مباشر وبمنتهى الوقاحة بيقول لي يطلع من هون. يعني هلا في كوباني النظام القبلي والعائلي يعني موجود وقوي، يعني حدا بيجي على مجلس عزاء بتطرده، يعني لو كان قاتل في تار بينك وبينه، ما بتسوي هذا الكلام، تبقي على الخصومة وتؤجل يعني الخصومة قليلا ريثما يطلع من مجلس العزاء وكل واحد يعود إلى خندقه. هو لا، راح كلف واحد كمان اسمه كنعان من بنغول، أحد كوادر حزب العمال الكردستاني، وقال لي اطلع منهم، وأنا طلعت. أثناء خروجي كنعان كان واقف قدام الكوملة، قلت له يا كنعان هذا هو مستواك، هذا هو مستواك اللي يعني قبائل الزولو ما بيسووه، يعني حدا يعني يطرد شخص من مجلس عزاء على خلاف سياسي، على خصومة سياسي، يعني أنا شو رح ساوي، شو رح ضيف، يعني شو رح قلل من هذا، الله يرحمه وخلاص. وخبات ديريك الحزب متورط في اغتياله كمان، وأكثر من مرة حكيت في هذا. هي القصة. لكن حسين عمر أصولا وعرفا وأدبا نحن رحنا سوا، شاف صديقه تعرض للإهانة يعتبر أنه هاي الإهانة موجهة له، لم يفعل ذلك. حسين عمر لم يفعل ذلك، يعني طأطأ رأسه وخنع وبقي. بعد ما خلص اجى لعندي على البيت وصار هيك يحاول يبرر الموضوع. قلت له لا تبرر، يعني أنا مش سائل عن هالمواضيع، لا تبرر، حفظا لماء الوجه. وحتى ما كنت عم ناقشه بهذا المسألة فيما بعد، حتى بعد ما جيت على أوسطن ما يعني لكن يعني ما بتنتسى هذا الموقف، ما فيني انساه من حسين عمر، انه رحنا سوا واتصل فيه، وانا كتبت لعبد السلام وكتبت لنواف انه نحن رايحين لهنيك، ترى يا عبد السلام يا نواف ما يصير مشاكل، واجب عزاء نقدمه ونطلع. انا كتبت للاثنين، لعبد السلام ولنواف ويمكن لصالح مسلم، ايميلات ما زلت احتفظ بها وممكن ان ابرزها في وجه كل من يكذب. فحسين عمر بقي هناك وأنا طلعت
وخلاص. كنعان بعد أن ترك الحزب مش مجلس عزاء، يا ريت مجلس عزاء، يعني مجلس عزاء تنبلع وتنصرف وكذا، واعتصام راحة. أنت تارك الحزب يا بني آدم، أنت تارك الحزب وأنت بتعرف هذا الحزب يعني شو كيف نظرته للي بيتركوا صفوف الحزب حتى ولو بشكل آدمي وهادئ. كنعان محمد محو صهر بيت باضي بيان قريب بنياد جزيري ما بعرف شو من عن طريق النساء، راح على أحد اعتصامات حزب العمال الكردستاني في بروكسل وطردوه شر طردة، ويعني طلع يجر من ليج جاي على أو يعني المهم جاي، حتى ولو كان مقيم في بروكسل وقت ذاك، يعني جاي على الاعتصام فطرد. بمعنى الكأس الذي أذاقني إياه شرب منه، وبذل وإهانة أضعاف الشعور اللي أنا شعرت فيه. يعني أنا شفقت على كنعان. هذا البني آدم طال حامد كمان في يوم من الأيام ما ينسى هذا المنشور، خليه يحتفظ به. في يوم من الأيام سيأتي من يستهدفه في شخصه وشكله وكسمه ورسمه وأصله وفصله وكل شيء عن طريق حزب العمال الكردستاني كما يستهدفني. نفس يعني القصة اللي عملها كنعان تعرض إليها نفسه كنعان، هذا كمان سيتعرض لنفس هذا السلوك العدواني والتافه والمضلل والفاشل. شو كمان بيقول انه والله طرد من مجلس العزاء نتيجة مواقفه على خلفية مواقفه من عصابات المعارضة السورية. يا غبي يا غبي. عبد السلام مصطفى المعلم تبعك اجى على بيتي يشكرني على مواقفي المساندة في أزمة كوباني، أنه أنا وضعت الخلاف السياسي جانبا، وكل المقابلات الصحفية والإعلامية في البي بي سي وسكاي نيوز والعربية وقنوات التلفزيون وكذا دائما كنت أدافع عن الموقف الكردي في معزل عن خلافاتي وانتقاداتي لحزب العمال الكردستاني. أنت ما بتفهم هيك شغلات، بس الحق مو عليك، الحق على اللي دفشك وخلاك يعني تقول هذا الكلام المضلل والكاذب. شو من اللي اتفق مع العصابات سريكانية باتفاق مذل ومهين وانسحب انسحاب مذل ومهين ب 2013 يعني كان حزب العمال الكردستاني مش أنا يعني اللي أذعن وترك سريكانية في تلك الفترة. أنا انتقدت اتفاق أنه كان مذل ومهين ولا يرقى لمستوى التضحيات. جاي بتقول لي وثانيا حادثة الكوملا ومجلس العزاء كان ب 2012. يا غبي. وما جرى في سريكانية والتفاصيل الأخرى والعلاقات الأخرى كانت في 2013. عدا عن ذلك أنا معروف عني يعني موقفي الحازم والواضح والصريح من الإسلام السياسي. يحكم تركيا لا يحكم تركيا، أردوغان مش أردوغان. وعشرات مئات المقالات والدراسات اللي أنت يعني لا ترقى إلى مستوى كتابة عشرها. يعني جاءت حالة اللي موقفي من أنا راح أنشر صورتك أنت والمعارضة في تلك الفترة، راح أنشر صورتك أنت وكيف تتكلم مع المعارضة وبمديح وإطناب أثناء تواجدك في اسطنبول. جاي تقول لي مواقفه من المعارضة. يا غبي، يعني ما بعرف. في نقطة ثانية شو بيقول إنه والله أنا كنت ضد طرده والآن أنا مع الطرد. يعني أنت مع طرد شخص من مجلس عزاء على خلفية خصومة سياسية.
يعني أنا متأكد أنه في يوم من الأيام ستندم على هذا الكلام، ستندم لأنه يعني شو بدي لك، أو طبعا يعني اللي ما مستحي بكيف. لو أنت كنت خجلان أو تستحي شوية أو عندك ذرة أخلاق أو خجل، ما بتكتب هيك أسلوب. يعني هذا أسلوب حقير ودنيء وخالي من الجانب الإنساني. يعني تستهدف الإنسان في إعاقته. في يوم من الأيام ستستهدف نواف خليل. يعني تستهدف الإنسان في كرامته بافتراءات وأكاذيب. في يوم من الأيام ستأتي لكن أنا أعلم تماما أنه حزب العمال الكردستاني وبيدا ونواف محضرين لك ملف دسم. اتجرأ انك تنتقد هذا الحزب، او تنتقد نواف، او انت تنتقد عبد السلام، او تنتقد الحزب بشكل عام، او تنتقد حفر الانفاق تحت المدارس الابتدائيه. انت ونواف خليل اتجرأوا يا نواف خليل من مركزك كمدير لمركز للدراسات والابحاث، يا ريت تنشر لي أهمية حفر الخنادق تحت المدارس وداخل المدارس. وأنا ذكرت بالاسم الأماكن كعينة. وجدانك يحتمل أنه هنالك أنفاق تحت المدارس أو تحت المدن السكنية واتخاذ المدن قامشلو وقرباوي وكل الأماكن دروع مدنية، دروع بشرية من قبل حزب العمال الكردستاني. يعني أنا قلتها وأكرر، يعني هنالك عشرات الأشخاص الذين قتلهم قام حزب العمال الكردستاني بتصفيتهم وأنت تعلم، وكانت لك يعني بشكل أو بآخر سواء معرفة أو علاقة بهم. كيف يعني ترضى لنفسك هذا الذل والهوان والإذعان أنت واللي حواليك؟ كيف يعني كيف يتقبل يعني تفكيرك أو وعيك أو أخلاقك هذا المستوى من الحضيض؟ انت بتعرف عم تروح على روجافا بتلتقط صور، روح شوف الناس شو حالها، شو وضعها، من شو عم تعاني. يعني شو عمليات التصفية يعني التي تجري داخليا، والعمليات الأخلاقية التي يعني ما حابب أكشف عنها. الفضائح الأخلاقية التي ستكشف في القريب العاجل. بيوت دعارة، كله موثق وبالدليل. شبكات دعارة سيتم الكشف عنها لاحقا في فترة قريبة، عما قريب. كل هذه الأوضاع أنتم ضميركم يعني مرتاح هيك وتنامون ملء أعينكم يعني، ولا شيء يقلقكم أبدا. اللي ما بيقلقه استضافة شخص اعتقل وفي بيته سبايا من سنجار كان يشتريه من داعش ويبيعها لأهله، لا أهالي أسرهم في العراق وفي أوروبا. راح يخجل من حفر الأنفاق تحت المباني السكنية وفي الأحياء السكنية وتحت المدارس الابتدائية؟ طبعا لا. سأنشر الآن يعني بعض الصور التي توثق هذا الكلام أكثر، ومع تعليقات سريعة بهذا الخصوص. ابقوا معي، لكن يعني وتحملوا الإطالة قليلا. كما هو ظاهر في الصورة، هاي صورة عن إيميل وصلني من عبد السلام مصطفى بتاريخ 24/11/2011. وفي هذا الإيميل مرفق رسالة الحزب لي ردا على رسالتي النقدية للحزب. يعني رسالتي النقدية للحزب كانت قبلها بشهر أو أكثر، في شهر أكتوبر تقريبا، أو يعني إن لم تخني الذاكرة، وبإمكاني العودة للإيميل بالمحصلة قبلها بشهر. يعني هذه الرسالة كانت رسالة نقدية حادة وحازمة وقوية.
كانت الفكرة أنه نحن الكوادر الإعلامية، أنا ونواف خليل وطارق وأجدر شيخ وأوي، نعمل رسالة مشتركة ونبعثها للحزب، ونطوي هذه الرسالة انتقاداتنا ومواقفنا من الثقافية والإعلامية والناقدة لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. فاتفقنا على هذه الفكرة لكنهم تهربوا فيما بعد، يعني استشارات جانبية. أنا كنت وقتها تارك الحزب يعني، أو تارك الإعلام، المؤسسة الإعلامية. أجدر شيخو كان يعمل، نواف خليل كان يعمل، كان ما زال يعني يعمل في روج تي في. واتفقنا على هذه الفكرة، ويعني المواقف كلهم كان يعني كلهم كانت مواقفهم نقدية مشابهة لموقفي. مثلا أحمد حسيني لما كان بيسكر بيقول رفقاتنا شبيحة، رفاقنا في سوريا يمارسون دور الشبيحة وكذا، بس لما كان يستيقظ يقول قصائد. أجدر شيخه كان يتصل بي ويشتم صالح مسلم عبد الله أوجلان، وفي حالة سكر يعني لا يعتب عليها، وفي يعني حالة الحالة الحقيقية هي. لكن عندما يأتي للتلفزيون ويقول بجي سروك أبو برخودانا سردمي برخودانا هردمي، أجدر شيخه هي كان عم يساوي يعني. اتفقنا على هذه الفكرة، فكرة أنه يكون لدينا جامع يعني موقف مشترك في رسالة ونرسلها للحزب. اتفقنا لكنهم تهربوا منها، وبقيت لوحدي وكتبت الرسالة وبالنقد الواضح الصريح الحازم اللي لا تفاوض فيه. في الرسالة اللي كانت الرسالة مطولة يعني، ذكرت فيها وأنا أبوشي وقت ذاك يعني أنه أنا أرفض لبنانة غربي كردستان، أرفض لبنانة المناطق الكردية في سوريا، واستخدام السلاح في فض الخلاف السياسي أو في حسم الخلاف السياسي. أرفض ذلك، مثل ما بيساوي حزب الله أنتم كمان تساووا في لبنان، أنتم كمان تساوي في نفس المنطق فيها. أرفض ذلك، وكلام كثير انتقادات. هون رد الحزب علي، شو بيقول الحزب باختصار يعني أنه قررت الاصطفاف مع الأطراف التي تعادينا وتعادي قضيتنا وتريد دق السافين بين تنظيمات حزبنا. يعني أنت واحد انفصالي، أنت واحد انشقاقي، أنت كذا، يعني في لغة فيها من المرونة والتخوين. طبعا أنا رديت على هذه الرسالة برد كمان حازم وواضح وصريح وكذا، والمراسلات كلها مؤرشفة داخل الإيميل، وفي نسخ أخرى موجودة على الهارد ديسك يعني. إذا خلافي مع حزب العمال الكردستاني يا سيد عبد المعطي، يا عبد المعطي يعني سرحان عبد البصير أو شاهد ما شافش حاجة، فخلافي معهم يسبق موضوع الطرد من مجلس العزاء، يسبقه بكثير. أنا رغم هذا الخلاف بكل طيب خاطر يعني ذهبت إلى مجلس العزاء وجرى ما جرى. ويعني مقصدي أنت عندك فقر مش بس في الأخلاق، مش بس في المصداقية، عندك فقر حتى في مستوى المعلومة. وما خطر في بالك أنه شنغوسي راح يرد عليك بالوثيقة. هذا إيميل من الحزب موثق، لأنه الرد طويل وكذا وتجنبا للوقت ما راح أنشر، ولا تروني أنشر التفاصيل الثانية يعني. خلي عبد السلام يضبط هذا المخلوق، هذا الكائن الخرندعي اللي اسمه طه الحامد، خليه يضبطه ويلجمه أحسن ما يعني تتعمق المسائل أكثر وأكثر يعني، حفاظا على نفسه يعني. مشانه نواف خليل وعبد السلام أحمد، مشانهم يعني كمنفعة شخصية ذاتية، ودرءا ب يعني كشف أمور أخرى. اضبطوا هؤلاء الثرثارين العلاقين. إلى الصورة الأخرى.
بخصوص المبلغ اللي وصلني من نواف خليل، وأنا ذكرت في الفيديو كان 3000 أورو. أنا رديت هذا المبلغ طبعا 2500 أورو كانت وصلت لنواف باليد، و500 أورو وصلت لهذا شيروان إبراهيم اللي حاليا في كردستان. ومرة بيزعل من بيادة، مرة بيطبل، مرة بيزمر، مرة بيهاجمني، مرة يعني إجمالا هذا إيميل بيوثق إنه نواف استلم المبلغ، وموجود يعني تاريخ الإيميل 2015 شهر فبراير بالساعة، ويعني باليوم وبالشهر، وهي التفاصيل. أنا طلبت منه مشان يعني التوثيق دائما، يعني المراسلات كانت بيني وبينهم يعني، واحتفظت بها، وكذا مرة يعني جرى محاولة أنه يخترقوا الإيميل، وسكروا لي كذا صفحة من صفحات الفيسبوك كذا وعبس. المهم أنا محتفظ، وهذا نموذج من الإيميل اللي بيوثق أنه هل المصاري وصلت لهم، يعني مشان تاني حدا ما ياكل هوا ويحكي انه والله هو شانغ اوسي مدين للحزب وكذا من هالقصص هيك. على العكس تماما، الحزب مدين لي، الحزب مدين. انا لا اطالب يعني، ولا يمكنني ان اعيد للضحايا يعني اعيدهم للحياة، لانه عشرات الالاف راحوا ضحايا هذا الحزب. أنا أطالب هؤلاء أن يتحلوا بقدر من المسؤولية وبصحوة الضمير، حتى يعني يقولوا قولة حق أمام سلطان جائر اسمه حزب العمال الكردستاني، لكنهم لا يجرؤون بحجة وتسميات يمكنهم يعني أن يخدعوا بعض الناس، لكن لا يمكنهم خداعي يعني بفزلكاتهم. إلى الصورة الأخرى. بخصوص ما وصلني من السيد أنور علوش من كوباني، يعني هذا إيميل قدامي. يعني طبعا هو أرسل لي مجموعة من الإيميلات اللي فيها تهديد ووعيد والقصص هي كلياتها، وأنا يعني قلت له بصريح العبارة، وفي إيميل مرسل له، أنه أنا بإمكاني أرفع عليك دعوة أمام القضاء البلجيكي والإسباني، لأن أنت عم تهددني، وأنت تدافع عن منظمة مصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية هون في أوروبا، لكن أخلاقي لا تسمح لي بفعل ذلك يعني. وسأبقى محافظا على الجانب الإنساني، أنه أنت في يوم من الأيام ساعدت هوشانغ أوسي وقدمت له المعونة المالية، وأنا وعدتك أثناء تواجدي في دمشق، وعدتك أنه سأرد لك هذا المبلغ. الآن أنت تضغط علي يعني في هذا الخصوص، ويعني وهي خلال مراسلات، مجموعة من المراسلات بيني وبينه. المهم في المحصلة يعني، بعد ما بعت المنزل الموجود في ركن الدين، أرسلت له رسالة في 9 أغسطس 2014، وأقول يعني هذه الصورة اللي أنت هلا شفتوها هي صورة الإيميل اللي أنا بعثت له إياها. أرسلت له إيميل: أشكرك يعني مجددا، أشكرك على مساعدتي ماليا أثناء تواجدي في دمشق، ووقتها وهناك يعني قلت انه سارد المبلغ حال يعني توفر المبلغ. تفاصيل يعني الحكي انتم راح تشوفوه وتقروا الايميل بالتفصيل في هذا الخصوص، وبالمحصله بعرض عليه انه المبلغ توفر. يعني انت حكيت كذا 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 ومش مشكله، لكن هل تريد ان ارسل لك على حسابك ام ويسترن يونيون، او تكلف شخص؟ فهو كلف شخص يعني بالتنسيق وباطلاع الحزب، يعني مش بشكل اعتباطي. كلف شخص، هذا الشخص أتى واستلم، وأنا قلت بدي تكليف رسمي، بدي إيميل رسمي تكلف، رغم أنه يعني
هذا الشخص كان صديق سابق يعني. بدي إيميل رسمي يوثق هذا الكلام. هاي رسالتي. وهلا في الصورة اللاحقة سترون يعني إيميل التكليف. هذا النص واضح قدامكم. وهلا نشوف إيميل الرسمي، الرسالة الرسمية اللي بيكلف فيها كاميران شينو باستلام المبلغ نيابة عن أنور علوش 6000 أورو، كله موثق. كما يظهر في الصورة هنا أيضا يعني فورا في نفس اليوم في 9 أغسطس 2014 رد علي سيد أنور علوش وكلف كاميران محمد خليل شينو موجود في هولندا أنه يستلم المبلغ مني بالنيابة عنه. والمبلغ وصل لكاميران. كاميران أوصل المبلغ لبنته كانت تشتغل في روش تي في، أو أوصلها لعبد السلام مصطفى. عبد السلام مصطفى يعني المهم المبلغ وصل مني إلى أنور علوش عن طريق يعني الحزب وبعلم ودراية الحزب. طبعا كل هاي المراسلات نواف يعني نسخة من الإيميلات كنت أرسلها لنواف. كان حتى ذلك الحين يعني تربطني في علاقة ولو من تحت لتحت، يعني قبل أن يسلط علي يعني كلابه المسعورة الموجودين هنا وهناك. فنسخة من الإيميلات أو من إيميل إرسال المبلغ كمان خلف داود في لندن. خلف داود كمان في فترة من الفترات كانت تربطني به علاقة، هو أيضا من الأبوتشين الجدد يعني، كان شيوعي سابق، بعدين صار مع حزب اليكيتي جناح فؤاد عليكو. بعدين يعني بعد الثورة والمسائل هي كلياتها صار مع حزب العمال وحزب الاتحاد الديمقراطي. وللأسف الشديد يعني أنا كنت من الناس اللي ساهموا أو اللي حكوا بإيجابية كثير عن خلف لدى قيادة حزب العمال الكردستاني وصار في كونتاكت. بعد ما صاروا هن حبايب صاروا يهاجموني، من ضمنهم خلف يعني صار يستهدفني ويهاجمني في هذا الخصوص. وأنا حتى الآن لم أتناول شخصية خلف يعني، وأتمنى أنه ما يجبرني على ذلك يعني في هذا الإطار. إذا هي رسالة أنور علوش موثقة بالتاريخ وردا على رسالتي، يقول فيها أنه كلف كاميران شينو باستلام المبلغ. للرسالة الأخرى لنرى شو في جواتها. في هذا الإيميل كمان هو تبليغ أنور علوش بأنه استلم كاميران شينو استلم المبلغ 6000 أورو بتاريخ 13 سبتمبر 2014. والإيميل موثق وبيبين الأشخاص اللي على علم: عبد السلام، نواف خليل، خلف داود، كاميران شينو، عبد السلام مصطفى. الإيميل مرسل لهم كمان نسخ من الإيميل واضح، أسماء واضحة في الإيميل توثق. إذا أي واحد ياكل هوا يفتري على هوشنغ أوسي ويقول والله صرفنا عليه وما بعرف شو، أو هوشنغ أكل أموال الحزب أو من هالكلام التافه، هؤلاء معنيين أنه يطلعوا ويقولوا الحقيقة للناس، مو يتكتموا على هذا التضليل الموجود وهذا الاستهداف في هم شركاء بشكل أو بآخر، هم شركاء في هذه العملية. يعني من يسكت عن الحق فهو شيطان أخرس قولا واحدا، ومن يرتضي لنفسه هذا المقام هنيئا له، فليهنأ حتى آخر لحظة في حياته في المقام المذموم الذي وضع نفسه فيه.